في الشق الاقتصادي أنا الحقيقة يعني مدخلي فيه هو مدخل إجرائي مش إنشائي. يعني عايز أضرب مثال هنا يكون أكثر وضوحا، وأتمنى الأستاذ إلهام يدقق معايا الأرقام إذا يعني خانتني الذاكرة في حاجة. يعني إحنا ممكن نبص على أزمة مصر الاقتصادية من أوجه عديدة، بس أنا بيتهيألي واحدة من الوجوه الفاضحة هي العجز في ميزان المدفوعات. وانا بيتهيألي مفيش امكانيه لتحقيق عداله اجتماعيه قبل ما يبقى في تنميه اقتصاديه، ومفيش تنميه اقتصاديه حقيقيه قبل ما نلاقي حل للمعضله دي اللي نشأت وتفاقمت في السنوات الاخيره بشكل سيء جدا. فلو اننا خدنا ارقام السنه دي هنلاقي تقريبا يعني كمتوسطات نتوقع ان يكون عندنا في 5 موارد أساسية للعملة الصعبة بترتيبها. صادرات ممكن تدور حوالين ال 45 مليار دولار. أنا طبعا بتكلم ومفيش حالة من اليقين للأسف، أخصها إن إحنا ممكن وإحنا بنتكلم دلوقتي بعيدا عن كل الشعارات فيما يتعلق بسعر الصرف، إحنا ممكن نتفاجئ في النهاية بإنه لا. والحقيقة يعني هو القرار يعني معظم أثاره متحققة ابتداء، يعني ممكن بس لو كنا بنتكلم عن المدفوعات الحكومية أو خدمة الدين أو غيره، لكن في المعاملات العادية حتى فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد ما هو أبو 31 ده ما حدش بيلاقيه، فالناس بتروح تجيب التاني اللي من السوق السوداء وبتتعامل وبتسعر على أساسه في البيع والشراء، مش بس الآجل وحتى الآني كمان بقت ناس بتعمل كده. فأنا بيتهيألي إن إحنا علشان نتكلم في قضية الإصلاح الاقتصادي نمسك واقعنا ده. عندنا صادرات تقريبا من 40 ل 45 مليار دولار، عندنا تحويلات مصريين في الخارج من 25 وفي أحسن الأحوال كانت وصلت ل 32 مليار دولار، عندنا إيرادات للسياحة بتتراوح من 10 ل 12 مليار دولار، قناة السويس 8 ل 9 مليار دولار، وأخيرا الاستثمار الأجنبي المباشر من 3 ل 5 بعيدا عن الطفرات اللي ممكن تحصل باستحواذات بتتسمى وبتدرك ضمن الاستثمار، ودي دايما كانت ألاعيب بتدخل زي مثلا محطات الكهرباء مثلا كنا بنلاقيها في بيان الحكومة في الاستثمار المباشر، تقعد تشرح يا جماعة ده مقاول، الشركة اللي جاية دي مقاول هتنفذ مقاولة وهتاخد فلوسها وتمشي. نفس الأمر بالنسبة لشركات الاستكشاف البترول والغاز إلى آخره. وانا لو طولت لغايه فين ممكن توقفوني او كل ما هم مبسوطين. طبعا انا مش عايز بس يعني فكره البرنامج ابقى عديت عليها كما لو كان انه ما فيش اجابه عليها، وهي مش اجابه نهائيه. بالعكس انا شايف ان دي مسؤوليه كل الناس اللي بتشاركنا في الفكره دي، بس انا بقول الاسس اللي انا بالنسبه لي مش عايز اقطع، بس انت عرضت واقع يعني ايه ما انا مظبوط، انا بس بنطلق من الواقع اهو. ده ال5 موارد الاساسيه للعمله الصعبه. في المقابل احنا عندنا 3 موارد للانفاق. عندنا صادرات اذا فضلنا مطبقين القيود، واردات اسف، اذا فضلنا مطبقين نفس القيود على مشاكلها على قطاعات اخرى في الاقتصاد، من بينها انه في كتير منها في مدخلات انتاج وفي بعضها اساسيه في سلاسل انتاج، وكل الناس عاشت الاثر المباشر في الانتاج الحيواني والداجني مثلا في القيود اللي اتفرضت على انتاج الاعلاف، على استيراد الاعلاف كمثال. بس على فرض ان هيفضلوا عاملين القيود دي للحد من الاستيراد، فاحنا بنتكلم في حدود من 85 ل 89 او 90 مليار دولار، وإذا يعني تخففوا شوية ممكن بتوصل لل 115. أنا هاخد على الحد الأدنى أبو 85 ده، فيبقى ده كده امتص كل ال5 إيرادات ال5 بنود اللي بيجي لي منها عملة صعبة. هيتفضل عندي خدمة الدين إذا خدناها على أساس سنة مالية أو إذا خدناها على أساس سنوي هنقول 25 مليار دولار، ومن 3 ل 4 مليار دولار مصروفات ونفقات أفراد في سياحة خارجية أو مشتريات فردية إلى آخره. يعني احنا بنتكلم عن فجوة 30 مليار دولار في السنة اللي جاية. على فرض إنه كنا
كملنا في اتفاق القرض بتاع صندوق النقد الدولي وبعنا بال 14 مليار دولار زي ما كان مطروح، فده يحل مشكلة 6 شهور. ومن هنا مش صعب على أي حد عارف نسق السلطة دي في التفكير والحالة اللي وصلت لها في علاقتها بالداعمين في الإقليم وفي العالم، إنه اللي جاي هتبقى خيارات مؤلمة جدا جدا يعني. وأنا أعتقد إن إرهاصات توريق الإيرادات المستقبلية لقناة السويس شغالة، سواء بالقانون وما تلاه من ضجة أو بقرار مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة وضم الشركتين ليها وطرح 20% من الأسهم. يعني احنا رايحين في السكة دي، وفي كلام عن عروض الإيكونومست ذكرت بعضها، عرض 99 سنة بالتريليون دولار، في حد تاني بيتكلم عن عرض 30 سنة بكذا، فضلا طبعا عن انه ممكن يكون ده نفس النهج متعلق بالمواني وبالمناجم والمحاكم. ده معناه ايه؟ معناه ان السلطة هتشتري وقت على حساب ما تبقى من مقاومات للبلد ده. دايما بقى بيجي السؤال بتاع الدكتور زهدي، طيب احنا المفروض نعمل ايه في المدى القصير جدا وفي المدى المنظور ومتوسط وطويل الأجل؟ الحقيقة ما فيش إمكانية الكلام عن مشروع إصلاح اقتصادي حقيقي قبل ما نمر من الأزمة المالية الخانقة، اللي مهما كان تقييماتنا اللي أوصلنا ليها، وأنا أعتقد أن كل اللي موجودين هنا ممكن يكونوا متفقين يعني، بس حتى اللي مختلف معانا في ده، في النهاية احنا وصلنا للحل ده. وإذا كان يكفي المعارض الوطني أو المثقف أو السياسي أو المنظر إن يقول موقفه فقط، فأكيد اللي مرشح لتولي مسؤولية واحدة من واجباته إنه يصلح ما أفسدته السلطة دي لازم يكون يعني مش واقف عند الحد ده، وإنما بيقول خلاص احنا فعلا وصلنا لده بس هنتعامل معاه ازاي. وده طبعا ينسحب على قضايا كتير من اللي أورثتنا السلطة فيها هذه التركة الثقيلة يعني. في المدى المنظور احنا لازم انعاش مالي عشان نتجاوز الأزمة دي. في طريقين، طريق البيع والمزيد من الاقتراض والتوريق إلى آخره اللي السلطة بتنتهجه، وفي طريق آخر احنا مش هنخترعه. لسه الأسبوع اللي فات أكيد حضراتكم جميعا تابعتوا تجربة دولة زي زامبيا مثلا، واللي حصل في شطب وجدول الديون وتخفيض الفايدة بنسبة 1% ولمدة طويلة. والحقيقة أنه ده سلوك طبيعي ومعتاد تجاه الدول اللي بتمشي خطوات معتبرة في مسار تحول ديمقراطي، لأسباب أنه في عالم بيعتبر أن في مجموعة من القيم الإنسانية، وفي التجارب التاريخية دايما مؤتمرات شبيهة، لأنه لما بيبقى في شعب بيساعد نفسه بيجد من يساعد. وبستشهد دايما بأنه حتى هذه السلطة اللي جت بالطريقة اللي جت بيها دي والفترة اللي حكمت فيها، هي كمان استفادت من تدفقات مالية هائلة في صورة منح مادية وعينية وقروض، وإن كانت النتيجة سلبية بسبب يعني الإهدار بأشكال متعددة. ما هياش بس الإنفاق على مشروعات غير مجدية اقتصاديا، إنما حتى الحوكمة و يعني طريقة الإنفاق. فاللي ممكن يحصل مباشرة زي ما بقول هو إيقاف الانهيار على مستوى نوعية المشروعات اللي بتنفق فيها، والانضباط المالي وانت بتنفق. ده مكسب فوري. في مكسب فوري آخر إن احنا نستفيد زي باقي الدول اللي مرت بتحول ديمقراطي زينا من مؤتمر مشابه ونقدر نخش في تفاوض. وفي كلام كتير في التجارب دي حاولت ان انا يعني ادرس فيه واتعلم، حتى من نوعية مسؤولية الطرفين الدائن والمدين عن جودة الدين. زي الافراد لما بيروحوا يستدينوا من البنوك، اذا البنك اقرض حد بدون ضمانات فهو بيتحمل جزء من المسؤولية ومن الغرم نتيجة لانه القرض ده ما كانش في محله والقرار الائتماني ما كانش سليم. منطلقات ان احنا لازم نشوف ال5 أرقام الكبار دول هنتعامل فيهم ازاي. ليه صادراتنا 45 مليار دولار معظمهم من مواد خام او اولية الصنع،
16 مليار دولار منهم بترول وغاز طبيعي، والباقي معظمه محصلات زراعية. ليه أنا مش عارف أحول البرتقانة لعصير قبل ما أصدرها؟ مش عارف ولا مش عايز؟ وليه دول في الإقليم تشبهنا وظروفها كانت أقل مننا لسنوات قليلة فاتت بقت بتصدر بأكتر من 200 مليار دولار؟ وليه دول فقيرة جدا ركزت في حاجات محددة؟ وكنت برضو في 2019 استشهدت بأرقام مقارنة بيننا وبين بنجلاديش، ان احنا في العام ده بتاع 2019 في قطاع الملابس الجاهزة كنا بنصدر ب1.6 مليار وبنستورد ب1.3، يعني بنحقق فائض 300 مليون دولار. في نفس العام بنجلاديش كانت محققة فائض 34 مليار دولار، من غير طرق ولا كباري ولا كلام في البنية التحتية ولا كل الكلام اللي هو بنجلاديش. واعتقد ان الناس عارفة ظروفها وعارفة واقعها. احنا بس لو كنا ركزنا في صناعة زي دي بس، يعني لو احنا بنتكلم عن توطين الصناعة وأهمية امتلاك مشروع تنمية اقتصادية حقيقية ومستقلة، والصناعة فيها هي العصب الرئيسي، لازم بقى نتكلم عن كل العوائد من أول فرص العمل لغاية الضرائب لغاية سد احتياجات السوق المحلي لغاية تصدير. لو احنا قدرنا نعمل فيه زي بنجلاديش أو أقل اتحلت أزمة ميزان المدفوعات، معناها أول ما تتحل الأزمة دي إن احنا عكسنا الدايرة وبدأنا بدل ما احنا قاعدين نلف في دايرة الاقتراض بقى عندنا فائض.